السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم تاني في فيديو جديد مع ماكو والحمام، أحلى حاجة في الدنيا. أحلى صباح على حبايبنا، صباح الفل على متابعينا ومشاهدينا، أحلى صباح على الناس كلها. النهاردة إن شاء الله يا جماعة هنحكي حكاية كده وهنبني عليها شوية حاجات وتفاصيل ودلايل. تمام، خليكم معايا بس شوية علشان برضو تعرف الحمام. الناس جوزت الحمام ليه؟ الحمام اللي طاير الناس بقت تجوزه وتفرخه ليه؟ حتى او تجرحه او تاخد منه حصويتين، مش بسبب بس برضو اللي هو بيعمل منه او بيكرر منه، لا، دي اسباب تانية. زي ايه مثلا؟ مثال بسيط او حاجة حصلت لي مع غوا قديم وحمامة قديمة جدا، حمام قديم، وبعدين حمامة من الحمام اللي هو ايه، اللي انت تقول استحالة او تقول ان لا مفيش فرد حمام. في حمام كبير على الضرب وفي حمام ما بيتمسكش، وفي طول ما في اصول، طول ما في اصول في نش الحمام مفيش فرد حمام بيتضرب جدع. طول ما في اصول في فرد حمام جدع قوي ما بيتضربش. لكن طول ما في تعديت الاصول وعملت حاجات خارج الواحد اتنين تلاتة، انت كده بتضحي وبتخرب وبتبوظ. زي ايه؟ زي مثلا ذكر فرد حمام جامد قوي 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 بقاله سنين عند صاحبه، بايت وبايت 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 وبايت، وبعدين من الاستراليات بتاعت زمان دي اللي هي محدش بيعرف يحسس عليها. تمام، بامانه يعني، وبيترمى عمر، وتيجي تضربه، ضربته، مسكته، ولما مسكته قلت بص اسمع الكلام، انا مسكته ايه، انا عارف قصته كويس قوي، عارف قصته كويس قوي 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 قوي. فرحت عاطيله طيره. الطيره دي كانت قاعده عندي، كنت انا لسه كمان بعمل حمام جديد، كنت بثبت حمام معوق علشان اعرف اعمل عليه حمام. يعني مثلا مثال ايه، كان عندي هزاز ابيض وكان عندي عبس معوق من اللي رجلهم بتبقى شالحه دي، واللي يجي يطير يروح رجله داخله ما بين جناحاته، فاهمني؟ ده كان كبيره من العرق ده للعرق ده، يبقى بطل قوي لو لف لفه ونزل. والهزاز نفس القصه، علشان بس يدور الهزاز ده ليه قصه تانيه، بس برضه ايه، كان يلف كده وينزل. ومنهم النتايه دي، كان نتايه ايه يعني، تقدر تقول حمامه كده ايه، من بتبندي على استرالي، جايبين طيره كده، هي طيره ملاش يعني، كله خلق ربنا، بطرطور وقسفه كده، وطيره محنكه يعني. رحت برضه مثبتها من سبب ايه اللي انا ثبتها. المهم ما علينا، الحمام ده كان مشخور، وكنت برضه ايه مثبت كام حمامه كده، اللي حمام مشخور ومش شخوره ركب الطيره دي، وانا كنت مسيبهم. طلعت لقيته تحت المكسح هو والطيره دي، لقيت الدكر ده تحت مكسح عندي هو والطيره دي. فجيت عشان امسكه، ما شدتش الستاره، ما شدتش الشبكه، قلت ايه ازنقه كده وامسكه. فوانا بمسكه راح هربان وطاير، راح نازل في غيته. قلت ياه، بقيت زعلان قوي، متقدر قوي 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 قوي. ده كان نفسي امسك فرد حمام. على الراجل ده ما بيفتحش حمام، ما بيفتحش حمام جديد، ده حمامه ده القديم كله، ما بيفتحش حاجه قديمه. ايوه بقيت متقدر وزعلان قوي. يا دوبك ما فيش، بعمل كده وبأمن وبعمل وبسوي، كانت الطيره طلعت من تحت المكسح، وقفت على الظهر وبتعمل كده، ببص لقيت اللي جاي بوم على الظهر، ارموا درايتين، راح هوب نازلين. رحت عاطيله الباب اللي دخلوا فيه، رحت قافل عليهم، الباب اللي دخلوا فيه رحت قافل عليهم. تاني يوم رحت فاتحهم، استحاله يحط رجله على الظهر، مش عندي، عند غيته، يطير راكب طبعا ايه
شحت على الطيره وراكب الطيره، والطيره يطير وتجري وتعمل وهو فوق منها وينزل. طبعا انت واقف صح، يعني انت لو فرد حمام بتاعك كده هتشد في شعرك. ده انت بتكرش عليه وبياخد معاك ما بيسالش فيك، وبيطلع منك وبينزل عندي، انت احساسك هيبقى ايه؟ فاهمني؟ فالنتايه يا جدعان دي سحر، النتايه دي بتتلف الدنيا. فالغوايه هنا ابتدت. طبعا دي قصه من قصات وانا صبي في عز الصبايا. لكن حصل اكيد الحوارات دي مع ناس اقدم مني واكبر مني، علشان كده بقى يفرخوا الحمام. ازاي؟ مثلا ناس في منطقه، وواحد راح خد حمامتين من منطقه تانية خالص علشان يثبتوا وعلشان يسحبوا وبتاع ويشدوا. فطبعا بيجي يفتح فرد الحمام، فيعني هو بيحاول اللي هو يفتحه مثلا ايه متاخر وبتاع يديره وبتاع. المهم بيخلع منه فرد الحمام وبيروح لصاحبه حتى لو كان فين. كان الحمام كده، تاخد فرد حمام صعب اللي انت تثبته، ولو ثبته يبقى انت ما بتفتحوش في النور، عشان لو فتحته في النور بيمشي، وهنا ملوش لازمه معاك، حتى مش هيمشي لك حمامتينك، ده انت بتفتحها اخر النهار. فاهمني؟ فطبعا بتيجي يا دوبك يروح شامم منك سنه نور، يروح بوم مروح. فبقيت انا عشان اضمنه اعمل ايه؟ اروح عاطيله نتايه، النتايه يروح قاعد عندي، افتحه في الشمس وافتحه في عز الجن، يجري ويهد الدنيا ويجي لي تاني، علشان خاطر عندي النتايه بتاعته مراته عندي طيرته. تمام؟ فبالتالي بقى الحمام ايه يا عم؟ ده انا تبت مين يا عم؟ انت ما تعرفش تثبته. انت لو ثبته انا اديك 10 ديكوره، ده انا اشيل الغيه. طب اقسم بالله العظيم اثبته. طب اجي افتحه من عندك، اروح فاتحه من عندك يروح لي. ايه المصيبه دي؟ لا ده في ان في ايه، لا ده واخد طيره، لا يا باشا ده كده ايه، مش اصوله مش اصول، لا ده هي دي بقت الشغله اللي دايره. بقت اتخن تخين. بص، اتخن تخين فيك يا حمام غزار، كشك، شامي، استرالي، ملون، اتخن شنب بقى يقعد على الطيره. طب هنا مين اللي ما بيقعدش؟ ولو عملت اللي لو جوزته بدل سهير زكي ناديه الجندي، ولا ليلى علوي، ولا هيفا، انسى خلاص. لو جوزته هيفا هيمشي راح لصاحبه. طب ليه؟ دي جموديه منه، ما هي جموديه منه، بس صاحبه هنا كان مجوزه في غيته، كان مجوزه في بابه. فاستحاله لما صاحبه ياخده يبيعه، حتى لو جوزه مره، لو جوزه مره في بابه، استحاله الدكر ده يقعد. لو اتجوز هيفا يقعد مثلا يهرش ويكسر ويروح واخد بعضه وجاري على غيته في بابه. اسمع مني الكلام دوت، اسمع مني الكلام ده. لكن هو لو ما شمش طيره في بابه عند صاحبه، هيقعد في البيت اللي جنبه، في الغيه اللي لازقه فيه، هيقعد في الغيه اللي لازقه فيه، ومش هيحط رجله هنا تاني. لو حطها مره مش هيحطها تاني، انسى نهائي. هي دي الشغله، وهو ده اللي كان بيدور، ولحد النهارده بيدور. ده قعد اتخن شنب. ما هنا كلمه السر الطيره. يقول لك فرد الحمام ايه يا عم اللي تفتحه ما يسالش ولا يجري؟ ما هو فرد الحمام ما بيسالش علشان الطيره، علشان السر، علشان النتايه. تمام؟ هنا بقى لما تجيب شاب، لما تجيب شاب ولا لما تجيب عازب. عازب يعني ايه؟ يعني ايه عازب؟ عازب دي يعني راجل اتجوز، يقول لك الراجل ده انا عازب والله. عازب دي يعني انا اتجوزت قبل كده لا قدر الله، يعني واحد اتجوز وطلق وفارق، او اتجوز لا قدر الله وعياله حصل اي ظرف بقى خلاص بقى لوحده ما بقاش متجوز. هو ده العازب، هو ده اللي اخطر من الشاب. الشاب ما اتجوزش، ما دقش يعني ايه جواز، ما شافش دلعه، ما شافش المتعه بتاعت الجواز. لكن العازب ده شاف الكلام ده، فده سهل
اللي هو يتعب. فاهمني؟ فعلشان كده بيبقى عنده انتماء لبابه. لكن الشاب ده سهل اللي انت تديله طيره، اول مره في حياته يشوف المتعه دي، شافها فين؟ شافها بره بيته. فخلاص حتى يوم ما هيروح بيته متاخر، هينام له ساعتين، واول ما يطلع النهار هيختفي يجري يشوف هو كان فين، وبعد كده مش هيجي لك تاني. مش هو ده اللي بيحصل؟ هو ده اللي بيجرى. تعالوا بقى نرجعوا تاني نقولوا بقى استحاله ان في حمام كبير على الضرب، واستحاله فرد الحمام الجامد ينزل في غيه تانيه غير غيته. الاصول ايه هي؟ الاصول بقى ايه هي الاصول؟ الاصول ان الراجل ده او فرد الحمام ده ليه ميعاد كل يوم بيتفتح فيه. ليه ميعاد كل يوم بيتفتح فيه في الاوله، والراجل ده بيتفتح عليه، بيطلع ياخد في المجال، والقرص ده يفضل شغال في العالي، يفضلوا رايحين جايين تمام التمام وزي الفل. ايه ده بقى؟ تمام التمام وزي الفل، ويجري وتمام التمام، ويقطعهم ويقسمهم، يا يقطع لك يا بيقطع في حته تانيه، وبعد كده التاني ده بيلعب بيه. طبعا الدنيا تخش وتغمق، وتلاقي الفرد الحمام يقرعن اكتر ويفوق اكتر. يعني لو الدنيا، كل ما الدنيا تغمق، كل ما الشمس تغيب، كل ما فرد الحمام يفوق ويقوى عن الاول. حتى لو كان بيتدلع معاك وسنه بدري، خلاص الدنيا تخش عليه الليل، يفوق يبقى وب، يروح طالع منك وطالع يجري على دورته، واخدين يقطع منك ويجري على دورته، ويفضل مزنوق بالليل لحد ما يحطط. وهو بيحطط بالليل. هي ده المجال وهو ده الاصول. اسكت فرد حمام اولى او فرد حمام تانية، تمام؟ على فكره في تالتة كمان، وفي اولتين، والتانية دي بتبقى في الاول وفي الاخر بتبقى اولى، بس اولى قديمه. التانية دي المفروض اللي هي بتبقى اولى قديمه، وكنا بنرمي اولتين عشان ربنا كان كرمنا، وكان عندنا حمام ياما. كنا بنرمي اولتين بدل ما نرميهم ترمي لك مثلا 70 80 حمامه، لا كنا بنقسمهم نصين، 35 40 و40 30 و30، علشان يطلعوا يجروا يخلصوا نفسيهم ويجروا ياخدوا. واول ما ياخدوا ويدونا ظهرهم، يروحوا جارين التانيين، ممكن يروحوا واخدين في حته تانيه، وفي الاخر يفضلوا يتقابلوا فين؟ في القرص الكبير اللي هو المجال. ده اللي كان بيحصل، كنا ماشيين فيه، وكنا بنضربه حمام. بتبقى بقى الغلطات، فرد واحد مثلا مقدم فرد حمام جديد، واحد زود بدري، واحد قدم زي ما قلت لكم حمام، واحد زود بدري، واحد عمل غلطه، فرد الحمام بتاع الثانيه بتاع الثالثه اتفتح مش عارف في ايه في التزاويد، وهو راح مزود ياما، رحت انت داخل كابش، راح قاطع وماشي. كانت الدنيا ماشيه كده. فين وفين بقى لما تمسك فرد حمام جامد قوي، كنت بتزنقه وبتفضل تلعب عليه وبيبقى عاشق عندك. بتبقى الغلطه هنا بقى مثلا 3 غلطات ليه علشان تمسكه. يعني انت كمان بتلعب بيه وبتزنقه، وبيعدي منك بالليل، وتفضل زنقه ومش عارف ايه وتعمل وتسوي، بس هو غوي بقى عليك. لكن برضه جامد عليك، يجي على التحطيطه ما يسيبكش الا في التحطيطه، وانت بتحطط يروح واخد بعضه وماشي، الا لما تدور عليه ما تلاقوش في وسط الحمام. ليه 3 غلطات؟ علشان تمسكه. وفي الغالب كنت بتمسكه عشان غلطه من ال3 غلطات دول. ايه هم بقى؟ ايه هم؟ تمام؟ يقول لك يا فرد الحمام يبقى تعبان، يا فرد الحمام يبقى مزقته ناشفه، تمام؟ يا فرد الحمام يبقى صقر خلاص، كل ما يجي يطلع يضرب في حمامك وهو فيه، وخلاص قفلت الدنيا واتسقر خلاص. وهم دول ال3 غلطات اللي احنا كنا بنعذروهم، بنعمل لهم عذر لفرد الحمام. وكان في غواي تقول لك فرد الحمام ملوش عذر، يقول لك عطشان ما يطلعش من بابه، مزقته ناشفه طار يرجع لك تاني وينزل، انت بقى هنا اللي تشيل الرايه وتنزله. صقر بيضرب وخلاص هيجيبه ويركن، تعبان ما يطلعش، يا ينقل هنا ينقل هنا.
في ناس ما بتديش فرد الحمام عذر. عارفين ليه بقى؟ علشان الناس دي غواي قوي، غواي محاربين مقاتلين على قديمه، فما بيدوش فرد الحمام عذر. ليه؟ علشان عارف اللي انت راجل وجندي انت عامله ومؤسسه، وعندك اخواته وعندك العيله بتاعته، وعارف قصته وعارف فصله واصله ومجربه قبل كده ومجرب عيلته، فده استحاله يغلط. فملوش ما ينفعش يغلط، ما ينفعش يحط رجله في حته تانية غير الظهر بتاعه والعرق بتاعه. فناس انا قابلت ناس كده اقول له بس ده، يقول لي لا يركن. طب ده ممكن تكون مزقه المايه، مزقه المايه ما يطلعش من بابه، يطلع ويروح واقف على الظهر، يرجع لي تاني يرمي نفسه وينزل تاني، ما يدوهوش عذر، ما يدوهوش عذر. ودي كانت نشيشه قليله قوي. وكان في ناس بيصعب عليه فرد الحمام، يقول لك دي غلطه ومش هعملها تاني، وممكن يتضرب فرد الحمام ويروح يشتريه او يروح ياخده. بس هنا للاسف في فرد حمام ممكن، بص برضو يعني الواحد جرب دي بصراحه، يعني جربنا كده وجربنا كده. في فرد حمام بيبقى ليه غلطه ويموت عليها، تلاقيه بعد الغلطه دي يبقى اتمسك منك مثلا ويرد لك، او مثلا اتمسك عند صالحك وتجيبه، وتيجي بعد كده تجره لحد ما يموت ما يغلطهاش تاني. الصراحه تتقال. وفي فرد حمام متعود على المسك، متعود اللي هو ينزل هنا وينزل هنا ويرد، يتعود ايه ويرد لك. يعني مثلا يتمسك منك ويرد لك، تحاول ترشه تاني ويروح ممسوك منك ويرد، تروح بايعه يروح ردد لك، تروح بايعه يروح ردد لك، تروح بايعه يروح ردد لك. واخدين بالكم؟ شاطر قوي في الرد، هو جميل قوي في الرد، لكن تيجي ترميه في وسط حمام عليه العوض. تمام يا اخواتنا؟ معلش يا رب ما اكونش طولت عليكم. هنا بقى تعالى بقى ايه، نرجعوا تاني قبل ما نختم عشان نختموا الفيديو. طب فرد الحمام ده اتضرب ليه اللي انا ضربته ورقب وبتاع ده؟ علشان قلنا ايه الاول؟ طول ما في الاصول اللي هي ايه؟ قلنا ان فرد الحمام يفضل على ايه؟ على وضعه، اللي هو وضعه ايه؟ اللي هو ما يدكش يفضل على الاصول. طب هنا بقى يتضرب امتى ده بقى؟ تعالى بقى هنا. طبعا الحمام ليه معادي يتقفل فيه في القلش. تمام؟ حمام الليل ما ينفعش يتفتح بالنهار، ما ينفعش تقول اجريهم عصاري، ده حمام اوله التخين يتضرب. ما ينفعش تقول افتحه الصبح يتضرب. تمام؟ فرد الحمام ما ينفعش تروح مبررهم لي بقى وسايبهم لي بقى مبررين والكلام ده كله، فلازم يتضرب، هيشخور وهيركب وهياخد طيره وبتاع، وده من ضمن الدكر اللي انا كنت ماسكه. لكن طول ما انت عامل اصول، طول ما فرد الحمام بيطلع في ميعاد وتحططه في ميعاد، يجي ميعاد القفل، كل دي اصول بتعملها، يبقى انت كده عملت اللي عليك وحافظت على الدكر ده، واستحاله يروح منك. لكن هلست وكبرت دماغك وسيبت الحمام شمس وغير شمس، وجيت اتاخرت في قفلهم وعملت، وتلاقي واحد تروح حاطه في دماغك وتقول لا اطلع هوب جر، تروح جررهم عصاري، يتضرب اطخن تخين يشخور منك ويروح مضروب. هي ديت يا جماعه الحمام والعجب اللي شفناه في الحمام. اقسم بالله العظيم كل اللي بقوله لك ده حصل معايا شخصيا، وحصل لناس اعرفهم قدام عيني، وحصل تجارب دي كلها. فانا بقولها لك نصيحه علشان تتعلم من الاخطاء